وجود البليلي في التشكيله الاساسيه طرح اكثر من تساؤل وليد. انت باش تقول لي بوتيتر اللي بون مش ما نعرفش شو باش تقول، تفضل قول انت. وجود البليلي في التشكيله الاساسيه طرح عديد من التساؤلات. باهي. بلايلي معناتها وجوده كاساسي هو معناها ميديكالمون وسبورتيفمون فما دي ريسك معناها شويه على الجوار، على خاطره اصابه تعرض لها قويه وبالغه وطلبت وقت، قعدت عام ما يلعبش، لكن تدرب وحضر عمل سو كيل فو معناها على مستوى تقويه العضلات ولا على مستوى معناها الريميزون فورم نتاعو، معناتها ترينا بالكدا وخدم بالكدا، لكن ديما فما جانب نتاع ينجم الملاعبي معناتها يتقلق شويه، حتى مش في الركبه في حد ذاتها، حتى في الميوسكل في حاجه. مع العلم وكونه بلايلي معناها بعد الكلام اللي قلته هذايا اللي هو جوار بويسون معناها ناتورالمون، هو ملاعب قوي وربي يبقي عليه الستر. البارح الستاف تكنيك والمدرب معناها خذا شوا باش يكون هو اساسي. على المقابله الكل بلايلي كان ديسيزيف في اللقطه نتاع ضربه الجزاء وضيعها، جابها هو لاكسيون، خدمها من السونتر، لعبها اون ديفياسيون ودخل وعاود طلب في الانترفال، عطاها له فراج وعمل معناتها جيست تكنيك تمويه، خذا الكره وجاب بينالتي، يعني لاكسيون خدمها هو، ومن بعد بينالتي ساريف ضيعها على خاطره. مرة أخرى نعاودوا نقولوا اللي هو ماهوش جاهز 100% وحتى 80%. بلادي اليوم يلي 60% 65% دو سي موان. بتاع 30 دقيقة في الآخر ولا 30 دقيقة من الأول؟ كان ينجم يلعب هو دوزيام ميتون، معناها نحكي لك اليوم منطقيا يشارك في الشوط الثاني، لكن بوتيتر اختار المدرب باش يبدا به خاطر ما عندوش ممكن دي شوا اخرين. كان ينجم يبدا بضو على الجهه اليسار، كان ينجم يبدا بفراج ولا ضو مع المنتخب، يعني تلز لقى روحه دوفون لوبليغاسيون باش يبدا بالبليلي، خذا دي ريسك معناتها الحقيقه، لكن معناها تعدت الامور وبليلي معناتها صحيح ما قدمش اللي مستانس يقدمه وعادي على خاطره مازال بعيد على مستواه. انت كمدرب اليوم في الترجي التونسي باش تربط الزوز مع بعضهم لانه الوقت برشا. جاوب على يوسف البليلي، هل كان عنصر معناها كان مفاجئ لك انت كون كريتو في التشكيله الاساسيه، ولا ثم شكون حتى تفاجئ اللي هو موجود؟ والسؤال الثاني، ما تنجمش تحكم على ملاعبي من مباراه اولى ولا من غيره، لكن عماد فراج تباينت الاراء حوله، لانه راهو من المستحيل كونك باش تحكم على ملاعبي من اول ظهور. بليلي وعماد فراج. اول شيء كنت نتفاجأ من ظهور البليلي لو انه كانت اول مره، لكن البليلي تعود عدم القيام بالتحضيرات اللازمه والالتحاق المبكر بالتمارين مثل زملائه، ثم نتفاجأ بوجوده اساسي. عمناه قلت عمناه يجي حتى 10 ايام 15 يوم وتلقاه اساسي في السوبر كان تتذكر، ولعب تقريبا قريب 70 ولا حتى اكثر من 80 دقيقه. جديد المره هذه، مع كل احترامي للهيئه الطبيه في الترجي الرياضي والخيال الاكيد انه خذا البطاقه الخضراء من الاطباء، من المعد البدني، من الناس الكل اللي مساهم في انه يلعب، لكن انا شفت البليلي اول مره نشوفه في تمارين الترجي في الفيديو اللي عمله شكري الواعر يوم 14 أوت في حجه الملابس، وقتها رحب بريبيرو ورحب بكاستيو ورحب بالبليلي، وكانت اول حصه تدريبيه للبليلي مع المجموعه. لا اعتقد انه اللاعب اصيب يوم 9 نوفمبر وعمل اصابه في الاربطه المتقاطعه انه يقدر انه يلعب مباراه بعد 10 ايام تدريبات. تقول لي يمكن كان يتدرب قبلها، يتدرب مع شكون؟ بمفرده فرديه. قديش من الفرديه؟ بعد تدريبات الفرديه هذا انسان راجع من ليغامون كروزيه، يعني يلزمه يعمل 6 أسابيع مع المجموعه ومن بعد ياخذ دقائق لعب تدريجيا، خاطر يلزم تخاف عليه، لانه وليد يعرف يمكن الحمد لله لم يصيب بها الاصابه، لكن اللاعبيه اللي يصيبوا بالليغامون كروزيه في اول المباريات دقائق اللعب يبدا عنده خوف رهيب من اي التحام، لانه في تفكيره في ذهنه يمكن ترجع له. هيك علاش يبدا بالعمل ريدوكاسيون بعد الطبيب، ومن بعد يبدا مع الكيني، بعد مع المعد البدني عمل فردي، ومن بعد يدخل للتدريبات الجماعيه، ونبداو حتى المدربين نوصيوا الملاعبيه فلان رد بالكم عليه، تدخلش معاه في كونتاكت. صحيح. انا ما فهمتش تو، انت تقول لي انا مانيش متفاجئ على خاطر هو عملناه وما عملش تحضيرات ولقيناه تيتولير في السوبر، واليوم ما عملش تحضيرات وراجع من اصابه، يعني اتعس تو. لكن اذا كان هو تعود التمرد
على الإدارة والإطار الفني ويملي شروطه ولا يقوم بالتحضيرات ويلعب، فهنيئا له. فما بالك تو راجع من أرض متقاطعة 10 أيام ما لعب حتى دقيقة نتاع مقابلة ودية، يبدأ أساسي في مقابلة. يمكن لأن اسمه البليلي، يحبوه يعشقوه يعجبهم، عنده دلال، صح به هنيئا له. لكن كرويا علميا تدريبيا اللي تحب انت، والدليل شوف المستوى اللي كان فيه. فهمت؟ دونك موضوع منتهي، يعني ما يتخالفوش فيه اثنين فنيين، ما يتخالفوش فيه. لكن مدرب قال وليد يمكن اكراهات، فماش اكراهات في فريق كبير. انت عندك بشا اخر مباراة لعبوا شنو اكراهات؟ يعني ما عندوش حلول. وي بوتيتر في فريق كبير يلزمك تلقى الحلول. يعني انت بشا مثلا بشا عنده عام ما لعبش، لكن ما كانش مصاب اصابه وما كانش ما كانش مصاب من 28 اوت بشا ما لعبش. هاو تخلي العب بضع دقائق، وهذا منطقي ويلزمو ياخذ وقت تدريجيا. عماد فراج، وبالتالي عماد فراج مستحيل انا تفرجت فيه في الفريق. علاش الناس تتجرأ تلوم تقول لك راهو يا خويا انا هذا ريكروتمون حكمت معناها الناس نلقى شويه في فيسبوك كاين حكمت الناس. اي انت كيفاش شريته؟ خاطر الفيسبوك انطباعي ماهوش. لا انت كفني كيفاش شريته؟ ما نجمش نحكم على لاعب من المباراه. انا نحكم، انا وقت انت بالترجي حليت الابليكاسيون وتفرجت في بعض المباريات. ليه؟ باش نعرف مستواه. شفته كجناح ويلعب ايسر زاد، يلعب جناح ايمن جناح ايسر، مراوغ يدخل يسدد. تفرجت على اهدافه، لاعب عنده قيمه محترمه. لكن من بعد يلزمك تحكم عليه في الفريق جديد. لكن كيفاش اللاعب جاء التحق يوم 17 اوت التقديم نتاعو، بل اقل أسبوع. من اسبوع ما يعرفش تياسيمي اصحابه ما يعرفهمش. انا نلوم على اللي هبطوا اساسي منذ البدايه. ينجم يكون حاضر، لانه عندي انا اخر مباراه لعبها هو مع الفريق نتاعو، لعب مباريات الكل ولعب حتى اخر مباراه في شهر ماي كان موجود. قبل ما يجي للترجي عملت تحضيرات مع فريق اخر، حتى كان عملت تحضيرات فرديه مستحيل نفس الشيء لعماد فراج في اسبوع 10 ايام يحضر بدنيا باش يلعب مباراه. لم يلعب ولا دقيقه في مباراه وديه. يعني البارح الترجي فراج والبليلي لعبوا اولى دقائق في الموسم في مباراه رسميه، وهذا لا يليق بفريق في قيمه وعراقه الترجي الرياضي التونسي او النادي الافريقي او الصفاقسي او النجم. واضح كلامك واضح. السلام عليكم خواتنا الأعزاء. قدم يوسف البلايلي مباراة جيدة ضد الترجي ضد النجم الساحلي التونسي، وكان أساسي وأدى مباراة ممتازة، فكان يستحق أساسي، وقدم دوره كهجوم جناح. فهذا يدل على إمكانات مهارات اللاعبين الجزائريين في خارج البلد الجزائر، وهذا يدل على إمكانات قوة المنتخب الجزائري ضد إمكانات نجوم آخرين، وهذا إمكانات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في ساعة خير.